ثلجية وهبات رياح قوية إلى جانب زخات مطرية رعدية مرتقبة ابتداء من الليلة وإلى من المتوقع أن تتراوح ما بين 10 إلى 30 سنتيمترا على ارتفاع يتجاوز 1700 متر ابتداء من مسائها اليوم بكل من إفران، بولمان، قرسيف، تازا، سفرو. كما يتوقع هبوب رياح محليا قوية تتراوح ما بين 75 إلى 90 كيلومترا في الساعة بعملات وأقاليم توريرت، بركان، ناظور، قرسيف، فيقيق، جرادات، دريوش، سفرو، بولمان، تازا، القنيطرة، ورزازات، ميدلت وتنغير. كما أن سماء المملكة ستعرف بحول الله زخات مطرية قوية محليا رعدية ستتراوح ما بين 25 إلى 50 ملم بعملات وأقاليم العرائش، طنجة، الصيلة، وزان، تطوان، سيدي قاسم والقنيطرة. وعلى ضوء ذلك أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب اليوم مستعملي عدد من الطرق السيارة بضرورة أخذ الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل، خصوصا على مستوى الطريق السيار الرابط بين الرباط طنجة والطريق السيار الرابط بين الرباط ووجده. والمطر انحبس عن سماء المملكة خلال هذا الموسم الفلاحي، ما جعل المخاوف من موسم جاف جديد ينضاف إلى سابقيه. أعناق الفلاحين وعموم المواطنين تشرئب إلى السماء طلبا للغيث واستسقاء للحرث والنسل. نرصد الصورة من نواحي تيفلت، تحديدا من دوار إيجانتان، في ريبورتاج مريم أملال وهشام السني. يتفقد هذا الفلاح محصوله من القمح بعد أن تفتقت نباتاته للتو من التربة. شتيلات باهتة الخضرة، فشح السماء أربك مراحل نموها وزاد تخوف الفلاحين من موسم جاف ومحصول شحيح. الشهر هذه الشتاء واقفة، يعني الزرع ضرر شوية، غدا الصفورية كتدخل فيه، يعني إلا ضربات الشتاء في أقرب وقت غتولي قضية مزيانة إن شاء الله الرحمن الرحيم. إلا ما ضربات الشتاء راه كلشي غيمشي، الناس كامل غيدخلوا البهايم البلاد ديالهم صافي. المهم إلا طاحت الشتاء في شهر 1 وشهر 2 راه غتولي القضية مهم شوية. المهم دابا حنا البهايم راه كنعلفوهم غير العلف، إلا طاحت الشتاء راه غيولي نوض الربيع، غيولي الزرع غيوليو غياكلوا البهايم، غنوليو نقصوا شوية من العلف. تغيرت ملامح فصل الشتاء وأخلفت الأمطار موعدها مع الفلاح. أرض تتراقب جود السماء وماشية لم تجد لمروج الرعي بديلا سوى الأعلاف لتثقل كاهل المزارع بمصاريف أربكة الحسابات. الشتاء والو كل شيء غالي. نظرة أسى ممزوجة بالأمل عسى أن ينقذ الغيث في القادم من الأيام موسما فلاحيا مهددا بالكساد، يقول الفلاحون، ويتدارك ما ضاع من مجهود سواعدهم. وبدءا وإطار عيش المواطنين الذين يتوفرون على شروط الاستفادة من هذا البرنامج الذي يستهدف الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض، لكن كذلك الطبقة المتوسطة، عبر مساعدتهم ومواكبتهم في الحصول على سكن لائق ذي جودة. نتابع النموذج التالي من أكادير في ريبورتاج رشيد لطفي، والمتابعة لعبد الفتاح مؤمن. 48 ساعة كانت كافية لساكنة أكادير على غرار باقي المدن المغربية للتفاعل إيجابا مع انطلاق عملية التسجيل الاستفادة من دعم السكن المفتوح في وجه مغاربة الداخل والمهجر أيضا. دعم يراه المواطنون محفزا لهم لاقتناء سكن يحفظ كرامتهم. مبادرة زوينة بزاف وحنا فرحانين بها، ودابا المعيشة تالمون غلات، الواحد ملي كيبغي يشري الدار كيكون تالمون مخلوع، وهذا الدعم كيشجع في الحقيقة حتى شركة العقار والناس كيزعموا يشريوا الديور. مبادرة دعم السكن التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن ملايين المغاربة وعلى مدار 4 سنوات من الاستفادة من دعم قد يصل ل10 ملايين سنتيم. مبادرة لابد أن نثمنها باعتبار أن جميع المواطنات والمواطنين سواء داخل أرض الوطن أو خارج الوطن سيستفيدون من دعم مباشر لاقتناء منازلهم، سواء بقيمة 100,000 درهم إذا كان السكن يتراوح قيمته 300,000 درهم، وكذلك 70,000 درهم إذا كان السكن تتراوح قيمته ما بين 300,000 درهم و700,000 درهم. بعد جائحة كورونا أن الوضع المادي ديال المواطنين تقاس شوية،
وكنظن انها جات في الوقت المناسب وغادي تحسن بزاف ديال الحوايج وغادي تساهم في كل ما هو ايجابي ان شاء الله، في انتظار مبادرات اخرين اللي غادي يزيدوا يحسنوا من الوضع الاجتماعي ديال اي مواطن مغربي. دعم السكن مشروع آخر لوضع اللبنات الأساسية للدولة الاجتماعية التي يراهن عليها المغرب من خلال أوراش الحماية الاجتماعية، تعميم التغطية الصحية والدعم المالي المباشر ل60% من الأسر المغربية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مكتبنا بالرباط السيد يوسف الحسني، الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. مرحبا بكم السيد الكاتب العام. إذن كيف ما شرنا في التقرير والروبورتاج قبل قليل أن هذه العملية انطلقت منذ الفاتح من يناير الجاري. نبغيو نبسطوا شوية الناس شنو هي اليوم شروط التسجيل في هذا الاستفادة من هذا البرنامج اللي طلقته الحكومة طبعا وفق تعليمات جلالة الملك. شكرا القناة الثانية على المواكبة ديالها ديال تنزيل المشروع دعم السكن اللي عطى الانطلاقة ديالو صاحب الجلالة في أكتوبر 2023 واللي كتسهر على التنفيذ ديالو وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. بداية المواطنين اللي عندهم الحق باش أنهم يستافدوا من هذا البرنامج، أولا خص يكونوا كيتوفروا على الجنسية مغربية، ما كيتوفروش على شي عقار مخصص للسكن، وما سبق لهمش استافدوا من شي دعم سابق في ميدان السكن. والشقة اللي بغاو يستافدوا منها خاص تكون كتوفر على واحد رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وتكون كتضم على الأقل غرفتين وتكون غتباع لأول مرة. بالنسبة للتسجيل في المنصة اللي كما جاء في الروبورتاج ديالكم عطينا انطلاقة ديالها يوم الثلاثاء على الساعة 12، هنا كانت التوجيهات ديال السيده فاطمه الزهراء المنصوري وزيره الاعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه صارمه واضحه في هذا المجال، هو ضروره تبسيط المسطره للمواطن بصفه كبيره باش اننا نسهلوا عليه انه يتسجل. وفي هذا الصدد هذا وضعنا رهن الاشاره ديال المواطنين منصه الكترونيه لدعم سكن بوان اللي يمكن يولج لها سواء عن طريق الحاسوب او لا عن طريق الهاتف النقال، وكيدخل المعلومات اللي عنده في البطاقه الوطنيه ديالو فقط، والنوع ديال السكن اللي كيبغي يقتنيه واش اقل من 300 الف درهم او لا ما بين 300 الف درهم و 700 الف درهم، وحنا كنتكفلوا بالتاكد من المعلومات الضروريه اللي هي مطلوبه، وكان وافيوه بالموافقه الاوليه كوارا عنده الامكانيه باش يستافد من الدعم المباشر ويمشي يباشر. نعم. واحد السؤال نعم. اليوم كيطرحوه مجموعه الناس في المنصات ديال التواصل الاجتماعي وغيرها، اليوم الى مثلا واحد الاسره فيها مثلا الزوج والزوجه ديالو بجوجهم خدامين مثلا وبغاو يقتنيوا بيت، واش هذا شرط يعني انه الاسره واحده ولا يمكن الزوج ياخذ بيت والزوجه حتى هي تاخذ بيت؟ لا، هو الشرط هو أنه المستفيد يجب أن يستعمل هذا السكن كسكن رئيسي لمدة 5 سنوات. دونك إذا الزوجة خدات سكن والزوج خدا سكن راه ما غيمكنش يسكنوا فيه، ما غيوليش رئيسي، يعني يقدر يولي ثانوي، ما غيوليش رئيسي، ما يبقاش سكن رئيسي، واذا ما كانش سكن رئيسي غيسترجعوا المبالغ اللي عطينا. وما كاينش شي شرط مثلا واش في المدينه فين ساكنين في الاصل ولا يمكن ياخذوها في اي مدينه؟ كاين شي شرط في هذا الشيء؟ لا، في اي يستافد في اي مدينه شريطه ان يستعمله كسكن رئيسي لمده 5 سنوات. اذا هذه فهمنا سيد الكاتب. طرق الاستفاده الان كان الحديث على انه هذا البرنامج مختلف عن البرامج الاخرى لانه كان الدعم من قبل كيمشي للمنعشين، اليوم قلنا غيمشي دعم مباشر للفئه المستهدفه، ولكن كيفاش؟ كيف ما قلت قبل، ملي كيستسجلوا المواطنين اللي كيرغبوا يستافدوا في المنصه الالكترونيه في ظرف 7 ايام كنجاوبوهم بان عندهم الامكانيه ديال الاستفاده. جيد. كيمشيو عند الموثق من بعد كيجيبوا المعلومات على الشقه اللي هما كيرغبوا في الاقتناء ديالها، الموثق كيتاكد معاهم بانه الشروط المطلوبه في الشقه كاينين، كيبرم معاهم عقد وعد بالبيع وكيدخلوا المنصه الالكترونيه، كل شيء كيتم بطريقه الكترونيه، وفي ظرف 15 يوما كنخرجوا حنا، يا اما يجي المواطن ياخذ شيك
يمشي يعطيه للنوطير، او لا يطلب منا نحولوا المبلغ المالي مباشره للنوطير، وكيوليو يصبح عندهم المبلغ المعلوم في الحساب ديالهم. نعم. يمكن يستغلوه كتسبيق ويمشيو يجيستيفيو به مع البنكه باش يحصلوا على قرض اللي يكملوا المبلغ الضروري لاقتناء السيد الكاتب العام. غير نذكر بان هذاك الدعم هو فيه 10 المليون بالنسبه للشقق اللي قل من 30 مليون سنتيم، وبالنسبه للشقق اللي ما بين 30 مليون نعم. سنتيم حتى ل 70 فيها 7 المليون ديال السنتيم كدعم من الدوله. ياك هذا الشيء اللي كاين. 7 ديال واخا واحد السؤال مهم كذلك بالنسبه اليوم المغاربه المهجر، المغاربه ديالنا اللي على برا واللي عندهم رغبه في اقتناء واحد الشقه في المغرب في البلد ديالهم الاصلي، واش حتى هما غيستافدوا من هذا المشروع هذا؟ فعلا هذه من المميزات ديال هذا البرنامج، وكما جاء في الكلمه ديالكم هو انه اولا لاول مره في بلادنا غنعتمدوا هذا النظام ديال الدعم المباشر. ثانيا فتحناه في وجه المغاربه المقيمين بالخارج، وثالثا في وجه الطبقه المتوسطه. والمغاربه المقيمين بالخارج عقدنا معهم اجتماعات مع مجموعه الفعاليات المجتمع المدني ديالهم، هما جد سعداء بهذه الالتفاته المولويه، وعندهم الامكانيه باش يستافدوا حتى هما من نفس الدعم، الشريط تاع انهم ما يكونوش كيتوفروا على سكن في بلاد في المغرب. اذا عندهم على برا ماشي مشكل في بلد الاقامه. لا ماشي مشكل، اذا عندهم على في بلد الاقامه ما كاين حتى شي مشكل، المهم هو ما يكونش عندهم سكن هنا في المغرب ويمكن لهم يستافدوا. وغير باش نعطيكم بعض الاحصائيات، ملي طلقنا المنصه هذه 3 ايام تسجلت عندنا 6930 مواطن، منهم 24% من المغاربه المقيمين بالخارج، يعني تقريبا الربع ديال الناس اللي تم التسجيل ديالهم دابا في هاد 3 ايام راه من المغاربه المقيمين بالخارج. وبالنسبه للمغاربه المقيمين بالمغرب كتصدر القائمه جهه الدار البيضاء ب 31%، متبوعه بجهه فاس مكناس، متبوعه بجهه الرباط، بجهه مراكش، طنجه، الشرق، سوس ماسا، بني ملال، درعا فلال، العيون، الداخله وقلميم وادنون. دونك كاع الجهات الحمد لله تسجلوا في المنصه في هاد ال3 ايام اللي عطينا فيها الانطلاقه وهذا كيبين ربما الاقبال والحاجه الى هذا المشروع المهم فعلا اللي طبعا جاء وفق تعليمات ملكيه ساميه. شكرا جزيلا لكم سي يوسف الحسني الكاتب العام بوزاره اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه. شكرا جزيلا لكم على كل هذه الاضاءات. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المغرب، وهذا أبرز عنوانها: حادثة سير خطيرة بين حافلة نقل عمال وسيارة بطنجة، وهذه هي الحصيلة. والآن إلى التفاصيل. شهدت منطقة قزناية بطنجة ليلة أمس الثلاثاء وقوع حادث مروري خطير بعد اصطدام عنيف بين حافلة لنقل المستخدمين وسيارة نفعية. وحسب مصادر محلية فإن السرعة التي كانت تسير بها المركبتان جعلت التصادم مروعا، إذ أسفر عن نقل 6 أشخاص إلى قسم المستعجلات. وصفت حالة بعضهم بالحرجة. هذا للإشارة فإن مدينة طنجة تشهد باستمرار حوادث مرورية يكون أحد طرفيها حافلة لنقل العمال، نظرا للسرعة المفرطة التي يقود بها سائقوها وعدم احترامهم في كثير من الأحيان لقوانين السير وعلامة التشوير الطرقي. هذا كل ما لدينا. شكرا على المشاهدة، وما تنسوش ديروا جيم والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.